شفتوا الاخ اللي كان بيدخن ده ايه اللي شافه علشان يعرف يبطل سجاير؟ شوفوا كده. كنت بشرب سجاير من حوالي 3 سنين بالظبط، علبة في اليوم الواحد، مرتبي على قده. أوصل أول الشهر أتزنق في مصاريف البيت واستلف من الماركت بسبب الهبابة السودة دي. وفي يوم وأنا ماسك السيجارة في إيدي وبسكرول على الموبايل، عيني جت على حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، معناه إن ربنا هيسألنا جبنا فلوسنا منين وصرفناها فين. ساعتها وقفت وسألت نفسي سؤال وجعني: ازاي بدعي ربنا يرزقني وانا اساسا بصرف نص مرتبي على حاجه بتضيع صحتي وفلوسي؟ كسفت قوي من نفسي وحسيت ان انا مش صادق في دعائي. وفي اليوم ده وانا ماسك السيجاره اتخذت القرار وسبت التدخين نهائيا، مش عشان حد ولا عشان دكتور، عشان ابقى صادق وانا بطلب من ربنا. السلام عليكم. يا ريت كله يعمل كده، ملهاش لازمه. الفلوس هي الشيء الوحيد اللي ربنا سبحانه وتعالى هيسألنا عليها مرتين. اولا جت منين، ثانيا اتصرفت في ايه. ابعتها لي.